هلو هلو، اهلا بكل متابعيني. عامله معاكم النهارده طواجن المكرونه بتاعه محلات الكشري. شايفين جمالها؟ احلى واطعم واوفر بكتير من اللي هنشتريها. شايفين الجمال؟ لوحه فنيه يا جماعه. والطعم خطير، والمكرونه مستويه جدا. اهو هوريها لكم. شايفين؟ يلا بينا نشوف عملنا الجمال ده كله ازاي. معايا هنا حله هحط فيها معلقه زيت، واحط فيها بصلايه متقطعه صغير. هشوحها بسيط كده، وبعد كده هنزل عليها بفص توم مفروم. برضو يا دوبك ريحته تطلع كده، هنزل عليه بمعلقة فلفل حامي. مش عايزة الفلفل خلاص شيليه، بس بيدي طعم حلو جدا. هقلب برضو تقلبتين، وهنزل عليهم بعصير الطماطم بتاعي. يا دوبك تتسبك كده حاجة بسيطة، مش عايزة الصوص يتقل قوي. هحط التوابل بتاعتي، شوية الملح والفلفل الاسمر، واسيبها بقى تغلي وتتسبك. اهو شايفين هي كده اتسبكت، بس برضو خفيفة. معايا هنا اللحمة بتاعتنا المتعصجة، لحمة مفرومة متعصجة عادي خالص. بنشوح البصل في زبدة وزيت، وهنزل عليهم باللحمة. هنزل بالتوابل بتاعتي، ملح وفلفل اسمر وشوية قرفة وجنزبيل. وخلاص كده اللحمة المتعصجة بتاعتنا معمولة، بس انا كنت عاملاها وموجودة عندي في الفريزر. وطبعا معايا المكرونة الاقلام. نص كيلو من المكرونة. هجيب الطواجن بتاعتي هحط فيها، يعني كل واحدة كده نص معلقة زيت، عشان لما يجي اقلب الطاجن يتقلب معايا بسهولة. هجيب بس الفرشة كده، همسحهم برضو مسحة بالزيت كده. بس خلاص. هنيجي بقى في كل طاجن هحط فيه اللحمة المفرومة بتاعتي، طبقة كده من تحت. طبعا الطواجن حسب افراد اسرتك، لو عايزة تزودي، عايزة تعملي طاجن كبير اللي يريحك. هسوي بقى كده اللحمة، وطاجن من الطواجن ده طبعا بتاعي هحط فيه فلفل شرايح. هي المكرونة دي لما بتكون سبايسي كده بيبقى طعمها احلى كتير. هحط بقى المكرونة بتاعتي من غير ما تتسلق. المكرونة دي ما بتتسلقش، وبتستوي، بتبقى خطيرة جدا ان شاء الله. اهو هظبط كده المكرونة، لو عايزة تاني احط. هسيب طبعا مسافة لان المكرونة هتزيد. خلاص كده حطيت المكرونة كلها. هحط برضو معلقتين 3 لحمة مفرومة كده من فوق. اهو. وبعد كده بقى هحط كمية الصلصة بتاعتي. اهو شايفين هي متسبكة، بس مش تقيلة قوي زي اللي بنعملها للمكرونة العادية، عشان طبعا هي الصلصة اللي هتسويلي المكرونة بتاعتي. خلاص هحط بقى كده الصلصة، وهوريكم لحد فين. اهو شايفين الطاجن، تحس ان هو ايه، يبقى عايم كده. وطبعا هسيب سنتي واحد من الطاجن، عشان المكرونة بقى ايه، لو مليان على الاخر هتبهدل الدنيا وهيفضل يفور وكده. هقفل بقى بالورق الالومنيا بتاعي. هقفلهم قفلة كويسة، بس عشان ايه، تستوي كده براحتها وتبقى كويسة. هكون مشغلة الفرن بقى على درجة حرارة كده هادية، واحطهم في الرف اللي في النص. تقريبا بتاخد ربع او تلت ساعة بالكتير قوي، بتطلع مستوية وتحفة. اهو شايفين، بتبقبق وخطيرة. طبعا المكرونة محمرة كده، شاربة من صوص الطماطم، وريحتها تحفة. هفتح بقى عليها الشواية، يدوبك تتحمر تحميرة صغيرة كده من فوق. اهو شايفين. هسيبها بقى تبرد شوية، ونيجي بقى هنا بسم الله ونقلب معانا الطاجن. اهو شايفين، بس سيبيه يبرد شوية عشان الطواجن بتبقى مولعة. اهو شايفين يا جماعة، خطير، ريحتها تحفة. شايفين بقى المنظر؟ سهل جدا، وبياخدش معايا وقت خالص. بدل ما نشتريه من بره ومش عارفين مصدره ايه، نعمله في بيتنا احسن. او قرن فلفل بقى كده وشوية بقدونس ندلع الكلام. ولو عجبك الفيديو لايك وشير. باي باي.